في واحد بيحكي ويقول: كنت راكب مع صاحبي العربية رايحين نقابل ناس من الشغل، وكنت ملبسه طقم محترم وقايل له بصوت كله فخر: أنا النهاردة طالع كأني رايح أخطب، الناس دي محترمة ومهمة وشكلهم بيقيموا اللبس. بصلي وقال لي: ولا يهمك يا برنس وانت قدها. وصلنا وخرجت من العربية بكل ثقة، ماشي زي العريس اللي نازل من عربية الزفة. وفجأة صاحبي شدني من ايدي وقال لي: استنى يا جدع، البنطلون ورا يبقى اتقطع. بصيت لورا لقيت فعلا البنطلون متفتح فتحة كأن في حد لعب فيه بسكينة. وانا واقف كده قدام الباب والناس جوه باصين، وصاحبي عمال يضحك وهو بيقول: والله لو دخلت كده هتبقى أجمد تقديم شخصي في التاريخ. رجعت العربية وانا بمشي بجنبي زي السلطعون، وبدل ما نتكلم عن الشغل قضينا اليوم بندور على بنطلون بديل وانا قاعد ورا بالجاكيت مربوط حوالين وسطي. لو حصل لك كده كنت هتكمل المقابلة ولا تزوغ؟ اكتب لي في الكومنتات ودوس لايك لو ضحكت، واشترك عشان تشوف المصايب اللي جاية.